نسأل العم أبو سالم الله يمسيه بالخير ويعطيه الصحة والعافية وطول العمر، واسأله عن زواجه. متى صار زواجك يا عمي؟ 86. عام 86. عام 86. 11 شعبان 86. يعني قبل رمضان. قبل رمضان. ما شاء الله. 11 شعبان 86. 86. نعم. وفين صار العرس حقك؟ العرس في المجنم حق بن نوح. اوه ما شاء الله. والهدوة حقتك من فين طلعت؟ الهدوة من بيتنا إلى بيت شويكان. ما شاء الله. نعم. ومن وصفي حقك؟ وصفي حقي عبد الله منحي وصاحب رجعي. ما شاء الله يرحمه. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. صاحب رجعي وعبد الله منحي. ايه هذين الصفيان. هذين الصفية. اللهم. طيب أول كان الزواجات والخطبة تتم بدون موافقة الزوجة وبدون موافقة الزوج. لا لا لا. ها؟ لازم يشاوروه. يشاوروه. الأم والأبو والبنت. ايه يشاوروه. يشاوروها. اي نعم. يعني بس البعض يقول لك لا ما لها شورى البنت خلاص. لا لا. يعني البنت الولدة أنا قد ما عرفت أنا ولا قبل ما أدري عنه. ايه قبل ما تدري. نعم. ولكن ما في شوفة شرعية زي لا لا لا. لا ما في شيء شرعي. ليه يا عمي؟ ليه ما في شوفة شرعية؟ يقولوا ما يجوز. يعني انت ما شفت ام العيال؟ لا ابدا. ابدا ما شفت غير ليلة العرس. ام الشركة ام عيالي ولا اعرف ولا عمري شفت غير دخلت عليه. ليلة العرس. نعم. وتم العرس الحمد لله وعيالك ما شاء الله لين زوجت عيالك وعرس مبارك زوجت عيالي والولد زوجتها. الحمد لله. كم كان المهر ذيك الايام؟ واحد. ما واحد. يعني 300 250 200 300,000 300 ريال. يا سلام 300 ريال تاخذ لك 4 حريم. لكن وين ال 300 منين تجي؟ هذا الكلام. بعض الناس باعوا بيته وبعض الناس باعوا بستانه. الله وبعض الناس باعوا حماره الله يعزك. يا الله يا الله. لكن في بركة. في بركة. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية يا عمي. شكرا.